بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بيكم. انتهت مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا. الحقيقة على واقع نتائج يعني قوية جدا انحازت فيها الكرة لأصحاب الأرض بشكل كبير جدا. شفنا فوز تاريخي لأرسنال على ريال مدريد 3-0، واحدة من أهم أيام أرسنال في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويمكن دي كانت أسعد ليلة لأرسنال وجماهيره في ملعب الإمارات المعقل المدفعجية. شفنا أيضا فوز كبير جدا وعريض وممتع إلى أقصى حد لكتيبة المدرب الألماني هانز فليك لفريق برشلونة، واكتساحه لبروسيا دورتموند يعني بإمتاع وبعدم مقاومة وبسهولة 4-0 الحقيقة على حساب الفريق الألماني. شفنا أيضا فوز رائع جدا لباريس سان جيرمان، والعودة من بعيد من التخلف 1-0 أو من التأخر 1-0 للفوز 3-1 على أستون فيلا في بارك دي برينس معقل باريس سان جيرمان. شفنا كمان فوز هو الوحيد بقى لفريق خارج ملعبه، وانتصار لإنتر ميلان بكل مخضرميه بكل لاعبته اللي فوق اقول ال 35 كمان، مش ال 30 بس، بمدرب يعني من اكتر المدربين الاندر ريتد او غير المنظور ليهم نظره يستحقها الحقيقه، وهو سيموني انزاجي مع انتر ميلان. نهار بالامس عمل فوز رائع جدا على بايرن ميونخ في معقله في اليانز ارينا 2-1 في مباراه الحقيقه قدم فيها انتر درس تكتيكي عالي الجودة إلى حد كبير. نبتدي الحقيقة من آخر مباراتين انتهت بيهم مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، علشان نلاقي انه فعلا النهارده باريس سان جيرمان اللي هو يوم السبت الماضي كان اول نادي في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، واعتقد انه اول نادي في اوروبا على الاطلاق يتوج بلقب الدوري الفرنسي. يعني بعد نهايه المرحله ال 28 حصل باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للمره ال 13 في تاريخه بسهوله ويسر بدون ادنى مقاومه من كبار الليج، سواء مارسيليا سواء موناكو سواء ليون، سواء يعني حتى ليون مش في افضل حالاته هذا الموسم، ولكن بسهوله كبيره جدا حصل باريس سان جيرمان على اللقب. علشان تيجي هذا الجيل اللي انا بعتقد انه الافضل في باريس سان جيرمان يمكن في العقد الاخير على الاطلاق، وياتي هذا الجيل بشبابه بصفقاته الرائعه جدا، في مقدمتها صفقه الشتاء اللي بتعبر عن نفسها بشكل كبير جدا، خافيتشا كفاراتسخيليا الجورجي الدولي اللي ابهر الجميع مع نابولي وبيبهر الجميع حاليا مع باريس سان جيرمان. وتاتي هذه الكتيبه بكل بقى نجومها الصاعده والواعده وصفقاتها الجديده، وتفوز على فريق انجليزي صعب جدا، وفريق من افضل فرق الدوري الانجليزي هذا الموسم، استون فيلا، تفوز عليه 3-1 في بارك دي برينس بثلاثيه الحقيقه. يعني تقدم الأول فيها في المباراة فريق أستون فيلا عن طريق روجرز بهدف، وبعد كده استعاد بقى باريس سان جيرمان سريعا زمام الأمور، وعلى طول واحد من النجوم الصاعدة يعني بشكل يخوف في الكرة الفرنسية حاليا، ديزيري دوي طبعا، اللي سجل كان في فوز باريس سان جيرمان على انجي. ديزيري دوي النهارده بيسجل هدف التعادل، وبعدين يعني بموهبه رائعه من خافيتشا كفاراتسخيليا بيمر من زي ما هو عايز بقى من دفاع استون فيلا، وبيطرح يعني بالمهاره الشديده جدا، بيطرح اليكس ديساسي مدافع الفرنسي الدولي ومدافع استون فيلا والقادم ليه من تشيلسي، بيطرحه ارضا يعني، وبيسجل في مرمى ايميليانو مارتينيز احسن حارس في العالم حاليا بحسب استفتاء الفيفا والبالون دور الحقيقه والفرنس فوتبول، ويسجل الهدف التالي. وبعدين بقى بيجي مينيديش الظهير البرتغالي الدولي الرائع جدا، وبيستغل ثغره كبيره جدا ايضا نفس الثغره اللي استغلها خافيتشا كفاراتسخيليا، وسجل هدف ثالث
في الوقت المحتسب بدل من الضايع، عشان الهدف ده يسهل كثيرا جدا على باريس سان جيرمان قبل مواجهة الإياب اللي هتكون يوم 15 أبريل الحالي إن شاء الله في فيلا بارك معقل الفريق مدينة برمنجهام أستون فيلا. يعني كلام كتير ممكن يتقال الحقيقة على باريس سان جيرمان. جيل رائع جدا، لويس انريكي مفجر يعني طاقات ومواهب هذا الجيل. بنشوف ديزري دوي زي ما قلنا، بنشوف امري، زي امري، زي امري، لاعب الوسط الفرنسي الصاعد. بنشوف كمان خافيتشا زي ما قلت، بنشوف نيفيش، بنشوف لعيبه من افضل ما يمكن الحقيقه مع باريس سان جيرمان، كتيبه رائعه الى اقصى حد. استون فيلا كمان عمل صفقات، هو افضل نادي على فكره استون فيلا هذا الموسم في صفقات الشتاء. جاب ثلاثه مهمين جدا، سواء اذا كان راشفورد اللي كان ظهر في الشوط الاولاني بمظهر رائع جدا الحقيقه، كمان اسينسيو النهارده نزل بديل لاعب باريس سان جيرمان السابق اللي ذهب في يناير لاستون فيلا، كمان مالين اللي هو مهاجم الدولي الهولندي كمان كان جه من بروسيا دورتموند. فعمل صفقات جيده وبدا المباراه بشكل جيد، وكان قريب جدا من التعادل في عدد من الفرص في نهايه المباراه، ولكن زي ما قلت انه في خطا كبير جدا الحقيقه وقع فيه اوناي امري مدرب استون فيلا، لانه غير باتي كاش اللي كان غير موفق، وحاول يسد الثغره اللي كانت في الجانب الايمن عنده اللي هو مواجهه للجانب الايسر في باريس سان جيرمان، فنزل اليكس ديساسي. اليكس ديساسي ما كانش موجود في الفورمه ابدا النهارده، ويعني الثغره اللي من ناحيه اليمين عند استون فيلا اخترقها بشكل جيد جدا باريس سان جيرمان، وسجل زي ما قلت هدفين من الثلاثه اللي احرزهم النهارده. نروح للمباراه الثانيه بقى والمهمه جدا الحقيقه، برشلونه قمة الإمتاع، قمة الإبداع، شيء رائع جدا. رباعية يا جماعة من أمتع ما يمكن. يعني بروسيا دورتموند اللي هو بالمناسبة الأسبوع القادم يوم السبت عنده مباراة مع بايرن ميونخ في كلاسيكو الكرة الألمانية، ولكن الحقيقة بروسيا دورتموند هذا الموسم مع كثرة تغيير المدربين، فاكرين طبعا نوري شاهين كان مدرب الفريق بعد ما رحل ايدن تريزيتش المدرب السابق اللي وصلهم لنهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي. نوري شاهين الحقيقه لم يكن موفقا ابدا هذا الموسم مع باريس سان مع بروسيا دورتموند، ورحل نوري شاهين وجه حاليا نيكو كوفاتش مدرب الكرواتي الخبير بالكره الالمانيه ومدرب بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت سابقا. ولكن نيكو كوفاتش كمان بدايته مش مبشره ابدا مع بروسيا دورتموند، وان كان وصل بيهم لربع النهائي دوري ابطال اوروبا، ولكن الحقيقه الفريق في المركز العاشر او ال11 في الدوري الالماني. عنده عدد من اللاعبين المتميزين زي جراسي اللي هو انتقل ليهم الموسم ده اعتقد من شتوتجارت، زي ايضا كريم اديمي طبعا موجود مع الفريق، عدد كبير من اللعيبه اللي بتلعب سواء في المنتخب الالماني او في المنتخبات الاخرى، ولكن الفريق مش في حاله جيده الحقيقه، وكان سهل جدا المنال دفاعيا، بس قدامه بقى كان في حاله من حالات الابهار الهجومي ل برشلونه. الهدف الاولاني رافينيا بشكل رائع جدا، وبعدين بقى ليفاندوفسكي الظاهره الاوروبيه عاليه الجوده. يعني ليفاندوفسكي كلام كتير جدا هنقوله عليه الحقيقه، 36 سنه سجل النهارده هدفين رائعين، وبعدين لامين جمال يعني شيء رائع جدا في برشلونه. بتشوف لاعب عنده 36 سنه بيسجل، وبتشوف لاعب عنده 17 او 18 سنه بيسجل. فريق من امتع ما يمكن، سجل الحقيقه ليفاندوفسكي هدفين، هدف من صناعه فيرمان توريس وهدف اخر من صناعه رافينيا. في جول جابوا الجول الثاني الحقيقه لبرشلونه اللي هو صناعه فيرمان توريس. يا جماعه كانهم بيلعبوا باسكت، يعني شفنا الكره بتتنقل على راس ثلاث لعيبه من برشلونه عشان توصل لليفاندوفسكي ويضعها يعني على خط المرمى، ارتقى بشكل لا يصدق ووضعها في سقف الشبكه كانه بيعمل دنك في الباسكت، يعني او اللي بيشاهدوا باسكت هيعرفوا الوصف ده بشكل كبير. والحقيقه من 45 مباراه بهذا الموسم لليفاندوفسكي عنده 36 سنه، من 45 مباراه بيسجل 39 هدف. مش بس كده، اصبح روبرت ليفاندوفسكي في عمر 36 سنه يا جماعه
أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 10 أهداف أو أكثر مع 3 أندية، مع بروسيا دورتموند، مع بايرن ميونخ، وحاليا مع برشلونة. والجميل في ليفاندوفسكي انه مع بروسيا دورتموند ومع بايرن ميونخ لعب فاينل شامبيونز ليج، فهل هيفعل هذا الموسم مع برشلونة ايضا؟ فشيء اكثر من رائع الحقيقه لليفاندوفسكي ولبرشلونه، اللي زي ما قلت يعني رغم كل المشاكل اللي في الفريق، رغم المشاكل الاداريه، وانتوا لسه فاكرين طبعا لما رابطه الدوري الاسباني كانت عايزه تحرم برشلونه من تسجيل داني اولمو مجددا، وبعدين بزعم ان هو في مبالغات في اسعار اماكن الفي اي بي في مدرجات برشلونه، وبعدين المحكمه العليا سمحت لبرشلونه بتسجيل لاعبيها. يعني في حاجات كتيره جدا مشاكل محيطه ببرشلونه، ولكن هانزي فليك بادارته الفنيه الرائعه جدا نجح في انه يعزل الفريق عن هذا، والفريق بيتصدر الدوري الاسباني. نعم في اخطاء قاتله من ريال مدريد واتلتيكو مدريد الملاحقين ليه، ولكن يظل برشلونه على المقدمه، وحاليا هو على اعتاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بشكل اكثر من رائع. نروح بقى للمواجهتين الرائعتين جدا اللي اتلعبوا بالامس. هبتدي بانتر الايطالي الحقيقه وبايرن ميونخ عشان اختم بارسنال فاكهه هذه المرحله في دوري ابطال اوروبا بالتاكيد. انتر الحقيقه زي ما قلت سيموني انزاجي بيقدم يعني درس لكل مدربي العالم، ازاي باقل الامكانيات، ازاي باقل الموارد، ازاي تعيد صناعة اللاعبين، ازاي تستطيع ان انت يكون عندك قدرة على اعادة تأهيل لاعبين بعضهم تخطى حاجز ال 35 وال 36 سنة وتظل واضع قدم في كل البطولات في هذه المرحلة المتأخرة من الموسم. الحقيقة سيموني انزاجي شيء اكثر من رائع يا جماعة. تعالوا افرزوا كده تشكيلة انتر، ما تصدقوش انه دي تشكيلة تنافس على كل البطولات، يعني مع كامل احترامي، ولكن ماركوس تورام مش هو المهاجم الفاز. يمكن لوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الارجنتين، بطل العالم، بطل كوبا امريكا، بطل دوري مع انتر ميلان، مهاجم عالي جدا. ولكن بقيه الاسماء لما تلاقي مثلا ان الخط الوسط في تشالهانوغلو 33 او 34 سنه، في مختريان يا جماعه، مختريان اساسي في عمر 36 او 37 سنه اساسي مع انتر. في لعيبه زي ما قلت تخطوا مرحله كبيره، يعني اتشيربي القائد الفريق والمدافع عنده 37 سنه، يان سومر حارس المرمى السويسري الكبير جدا عنده 36 سنه. يعني لا يعني في هذه الكوكبه بهذه الاعمار المتقدمه كسروا حاجز العمر الحقيقه، واستطاعوا ان هم يفوزوا على بايرن ميونخ على ارض بايرن ميونخ 2-1، ويبقى الفريق يعني قبل ما موقعة جوزيبي مياتسا اللي هتتلعب يوم 17 ابريل ان شاء الله، اعتقد يوم الاربعاء 17 ابريل، يعني وضع قدما في الدور نصف النهائي. بايرن اداؤه متذبذب في الفتره الاخيره. بايرن خسر برضو في مارس، مطلع مارس الماضي، خسر على ارضه من بخوم كان 3-2، ودي اول خساره البايرن منذ خسارته الثقيله جدا امام فينورد في يناير الماضي في نهايه مرحله الدوري في دوري ابطال اوروبا. يعني الفريق زي ما قلت بينافس، هو قريب من لقب الدوري اللي هيبقى لقب تاريخي لسبب واحد فقط، انه هيكون اول لقب في تاريخ هاري كين قائد منتخب انجلترا، هداف كأس العالم، هداف من هدافين اليورو الكبار. ورغم ذلك هذا اللاعب بعد ما تخطى حاجز ال 31 لم يحقق اي لقب بعد مسيرة طويلة جدا مع توتنهام. هيكون لقب البوندسليجا ده لقب تاريخي بكل الاحوال، لانه هيكون اللقب الاول في مسيرة هاري كين، الا بقى لو حصلت يعني معجزات، وده يعني السنة دي بقى لو توج ليفركوزن او انتراخت فرانكفورت اللي هم
اقرب الملاحقين لبايرن هتبقى في مشكله كبيره جدا في يعني ما بين هاري كين والالقاب بشكل كبير. لكن بايرن لا، بايرن اداؤه متراجع. الفريق طبعا بيعاني دفاعيا بشكل كبير، يعني الفريق هو من اكثر الفرق التي اضيرت من فتره التوقف الدولي، لانه بعد فتره التوقف الدولي الفونسو ديفيس طبعا جاله قطع في الرباط الصليبي. ايتو اللاعب الياباني المهم والاساسي في تشكيله بايرن ايضا جات له اصابه كبيره جدا وتقريبا موسمه انتهى. عدد كبير جدا من اللاعبين الحقيقه مع بايرن مصابين، فده بيلقي بيه يعني الضغوط على تشكيله فينسنت كومباني مدرب البايرن. وطبعا السقوط 2-1 في اليانز ارينا زي ما قلت هيجعل الامور صعبه جدا في مباراه العوده في جوزيبي مياتزا. نروح بقى للمواجهه الابرز في هذه الجوله، وزي ما قلت 3-0 لارسنال على حامل اللقب ريال مدريد، واحده من اكبر الهزائم لريال مدريد. هو يعني ريال مدريد اتسقط طبعا برباعيه امام مانشستر سيتي في الموسم قبل الماضي، بس السنه دي ال3-0 دي يا جماعه امام ارسنال كان ليها وقع تاني، لانه ارسنال الحقيقه بيواجه موسم صعب جدا. يعني ارسنال هذا الموسم حدث معه كل شيء، يعني كم كبير جدا من الاصابات، لعيبه غابت لفترات طويله طول الموسم. بوكايو ساكا هذا يعني بوكيه المهارات الموجود في ارسنال، اللاعب الذي يعني ممكن ان انت تبني عليه كل شيء. كل شيء حدث في مباراه ريال مدريد بالامس هي مبدأها دايما كان من عند بوكايو ساكا، وهنشرح ليه. ولاعب تكتيكي عالي جدا، جناح، صانع العاب، هداف، كل شيء. بوكايو ساكا كان اصيب في فتره توقف دولي، وكان اصيب معاه مارتن اوديجارد وقعدوا فتره طويله جدا، وبعدين عادوا. وبعدين بوكايو ساكا من 4 شهور بالظبط امام كريستال بالاس تعرض لاصابه كبيره جدا، وتعرض الى جراحه في عضلاته الخلفيه، وقعد 4 شهور في التاهيل، وعاد بشكل يعني على عجل في الاسبوع قبل الماضي او الاسبوع الماضي تحديدا. وكانت المباراه امام فولهام، وسجل في يوم عودته الحقيقه الى الملاعب على ارض كوتج بارك اللي هو معقل فريق فولهام اللندني، وتم تاهيله بشكل سريع. شارك لفترات محدوده امام ايفرتون، والنهارده او بالامس بدا مباراه من بدايتها الحقيقه مع ارسنال، وكان يعني نافذه هجوميه مهمه جدا، واستغلوا بشكل كبير جدا ارتيتا، واستغل حاله السذاجه اللي في دفاع ريال مدريد. مش بس بوكايو ساكا، لا، انت عندك مارتينيلي كمان كان اصيب لفترات طويله وعاد الحقيقه. قلنا اوديجارد اصيب وعاد، بلعيبه كتيره جدا تعرض للاصابه، بالاضافه بقى للاصابات اللي نهت الموسم. يعني جابرييل جيسوس بعد ما رجع وبدا هداف يبقى هداف لارسنال، اصيب جابرييل جيسوس بقطع في الرباط الصليبي وانتهى موسمه. في معسكر الفريق في الامارات اصيب كمان كي هافرز وايضا انتهى موسمه. وايضا جابرييل في مباراه ايفرتون الماضيه تعرض لاصابه كبيره جدا وايضا انتهى موسمه. يعني فريق بيمر بمرحله غريبه من يعني نقص الصفوف، لدرجه انه لو تلاحظوا انه اللي بيلعب فريق بلا مهاجمين بلا راس حربه، اللي بيلعب مركز راس الحربه حاليا هو ميكيل ميرينو. ميكيل ميرينو هو لما انضم الارسنال من اليورو، من بعد يورو 2024 اللي كانت في المانيا، وكان سجل جول مهم جدا في شباك فرنسا الحقيقه في نصف نهائي اليورو. لما جه ميكيل ميرينو كان جاي على اساس انه لاعب وسط، ولكن تمركز ميكيل ميرينو الجيد وتصرفه الجيد في الكرات العرضيه خلت ارتيتا يعتمد عليه كرأس حربة صريح. فقدم ميكيل مورينو سجل حتى الآن، تخيلوا، منذ أن انعدمت كل المراكز الهجومية في أرسنال، يعني سجل ميكيل مورينو 5 أهداف أو 6 أهداف. ده شيء رائع جدا. وسجل بالأمس مورينو أيضا. إنما التوقف الأهم والأبرز بقى المهم جدا بالامس كان ديكلان رايس. الحقيقه ديكلان رايس ليله من ليالي التاريخ لارسنال،
وللركلات الحرة المباشرة ولديكلان رايس اللي حصل عليه أرسنال الموسم قبل الماضي لو تتذكروا، بعد صراع كبير جدا مع مانشستر سيتي. حصل أرسنال على خدمات ديكلان رايس ب 100 مليون يورو من ويست هام. خرج بقى دافيد مويز مدرب اللي هو مكتشف ديكلان رايس، واللي قدم ديكلان رايس كلاعب اساسي مع ويست هام لما كان مويس مدربا لويست هام. خرج بالامس وقال انا لما الناس انتقدت ازاي ديكلان رايس ده ثمنه يبقى 100 مليون وهو بهذه العمر الصغيره وبلا خبرات حقيقيه الحقيقه، انا قلت انه سعره الحقيقي المفروض يكون 150. وقال بضحك انه الان جماهير ارسنال المدينه ليها ب 50 مليون اضافيه على المبلغ ال 100 مليون اللي كان دفع فيه. الحقيقه ديكلان رايس عمل موسم مهم جدا، رغم انه برضه وقع ارسنال لانه تعرض للطرد في احدى المباريات في بدايه الموسم الحالي، ولكن بالتاكيد عمل موسم رائع جدا ديكلان رايس. بالامس انبرى ديكلان رايس ليه يعني ركلتين اتعملوا في يعني تدريبات الارسنال، لانه في المرتين كان بوكايو ساكا بياخد الكرة بيتوغل في دفاع ريال مدريد اللي زي ما قلت يعني مرارا وتكرارا في أسوأ حالاته، وبيحصل على ركلات حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء. ياخد الكرة يتوغل لغاية لما حد يعرقله فياخد ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء يلعبها ديكلان رايس. انما القدره فين؟ انه حتى ما كانش فيه فنت، يعني ما كانش فيه مثلا اوديجارد من اللعيبه اللي بتشوط مثلا يقف ساكا معاه، يقف مارتينيلي، لا، هو ديكلان رايس منبري للكره لوحده في مواجهه المرمى وكانه بيشوط ركلات جزاء. شاط اول كوره سكنت شباك كورتوا وسطته للجميع، راح شاط تاني كوره كمان بنفس الطريقه، نفس طريقه الحصول على الفاول، نفس المكان، نفس التسديده، نفس الستايل، وتسكن في نفس المكان، شيء ما شفناهوش قبل كده على الاطلاق. يعني حتى احنا لما كنا الركله التاريخيه لروبرتو كارلوس في شباك فرنسا في البطوله الدوليه اللي كانت قبل مونديال 98 اللي لسه الناس بتتكلم عليها دلوقتي، احنا شفناها مره واحده في التاريخ. لكن امبارح شفنا كوبي وبيست من هدف، نفس الطريقه، نفس الفاول، نفس التنفيذ، نفس الطريق، نفس المكان اللي سكنت فيه في المرمى، شيء ما شفناهوش قبل كده. لكن الاعجب بقى ايه؟ انه دي اول مره في تاريخ ديكلان رايس مع كره القدم الاحترافيه يحرز اهداف من ركلات حره مباشره، شيء لم يفعله من قبل. تخيلوا بقى. والاهم انه ديكلان رايس بالامس كان اول لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا يحرز هدفين من ركلتين حرتين في ادوار اقصائيه في الشامبيونز ليج، شيء يعني حلم جماهير ارسنال بالامس، وعشاق المدفعجيه عاشوا حلم جميل يمكن مش فايقين منه لغايه دلوقتي الحقيقه. الجول الثالث بقى تنفيذ رائع جدا، برضو اختراق من الجانب الايمن، سهولة في دفاع ريال مدريد شديدة جدا، وتصل الكرة إلى ميكيل مورينو ويودعها الشباك علشان الفريق بعد ما كان متعادل في الشوط الأولاني 0-0، بعد ما كان ريال مدريد قريب جدا ان هو يسجل هدف التقدم بسبب خطأ من كور المدافع البديل اللي نزل أساسي بدل جابرييل. مرة كرة غلط وصلت لامبابي، كان امبابي على اعتاب ان هو يسجل هدف التقدم، ولكن كورته ذهبت فوق العارضة. والشوط الثاني بقى كان هجوما طاغيا لارسنال، 3 اهداف، ولكن الحقيقه كورتين خرجوا من على خط المرمى، كره شالهم دافيد ألابا وكره اخرى شالها بلينجهام، وتكفل الحقيقه كورتوا انه يتصدى ل3 فرص محققه من داخل منطقه الجزاء. الحقيقه النتيجه لو كانت يعني صارت المسار الطبيعي كانت على الاقل 5-0 للمدفعجيه، ولكن انتهت 3-0 فقط قبل مواجهه الاياب ان شاء الله اللي هتكون يوم 17 ابريل القادم في سانتياغو برنابيو. طب ايه اللي حاصل في ريال مدريد؟ اللي حاصل في ريال مدريد الحقيقه شيء يعني انا رايي الشخصي ان هناك حاله من التشبع وصل ليها انشيلوتي بعد كل ما حققه، بعد السيطره الشامله على كل القاب العالم. الراجل كسبان شامبيونز ليج اكثر يعني مرات عديده مع ريال مدريد، كسبان الدوري، عمل الثنائيه دي مرتين ورا بعض، كسبان كاس العالم للانديه، مرشح لتدريب منتخب البرازيل. يعني الراجل عامل كل حاجه في الكوره، يعني الراجل اكتر مدرب في التاريخ
كسبان شامبيونز ليج، في حاله من التشبع واصله عند انشيلوتي. وعلى فكره الحاله دي بتحصل دايما لانشيلوتي في السنه الاخيره ليه مع اي نادي بيمشي. ركزوا كده مع مسيره انشيلوتي مع باريس سان جيرمان، اقيل في السنه الاخيره بعد انهيار لباريس في الشامبيونز ليج. نفس الشيء حدث ليه لما كان مدرب لبايرن ميونخ، والان يحدث لي. اعتقد ان هذا هو الموسم الاخير لكارلو انشيلوتي مع ريال مدريد. حقيقه في مشكلتين في ريال، في اصابات ده اكيد، ولكن في تقصير في التعاقدات قبل انطلاق الموسم الحالي. يعني لما تلاقي انه مودريتش لازال هو اساسي في وسط ملعب الفريق الملكي حتى الان، لما تلاقي مثلا انه فالفيردي بيلعب ظهير ايمن، لما تلاقي انه الابا اللي كان مصاب ولسه راجع من اسبوعين على الاكثر بيلعب مباراه صعبه جدا امام ارسنال وبيلعب ظهير ايسر وبيلعب في مواجهه بوكايو ساكا، فانت هنا لا، انت هنا لا، في مشكله كبيره جدا في تشكيله الريال. النجم الدفاع واللي بيعتمدوا عليه اسينسيو ده لاعب صاعد، لسه صاعد هذا السنه. مارتن اسمه روديجر يعود من اصابه ثم يصاب ثم يعود لاصابه، مستواه مش ثابت. فالقيمه بتاعت الفريق عاملها ايه الموسم ده؟ عاملها الثلاثي الامامي. امبابي اللي عامل موسم جيد جدا على فكره، سجل اعتقد حتى الان تخطى حاجز ال 32 او 36 هدف، ودي اول مره، هو اول لاعب في الموسم الاول ليه يسجل هذا العدد من الاهداف منذ كريستيانو رونالدو لما انضم الى الفريق الملكي. وعاملها معاه طبعا بلينجهام عفوا وفينيسيوس ورودريجو. الرباعي ده او على الاخص الثلاثي الامام هو اللي عامل حاله الزخم عند ريال مدريد، هو اللي مخلي ريال مدريد حتى الان ينافس في كل البطولات. خلي بالكم الفريق يعني الوضعيه اللي فيها الفريق دي ممتازه بالنسبه لمستواه الحقيقه، لانه ريال مدريد حاليا موجود في نهائي الكاس، عنده كلاسيكو كبير جدا وتاريخي امام برشلونه في نهائي كاس ملك اسبانيا، موجود في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا حامل اللقب. ايضا هذا الفريق لا زال ينافس على الدوري الاسباني. فرغم كل ما يقال، رغم كل ما احنا شايفينه من مصاعب الحقيقه، ولكن الفريق وصل لمرحله جيده، وده يعني حظ، يعني مش حظ، يعني ده قمه التوفيق لانشيلوتي، انه يعني مفيش انهيارات كبيره جدا. وبشكل او باخر زي ما قلت هيمشي انشيلوتي من الباب الكبير، وهيمشي يعني بشكل تكريمي كبير جدا من تدريب ريال مدريد. لكن على الصعيد الدفاعي لا، الفريق بيعاني. الفريق في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا في مباراه الاياب داخل فيه 4 اهداف من ريال سوسيداد، الفريق داخل فيه هدفين من ليجانس، كل مباراه داخل فيه خسران امام فالنسيا اللي هو بيكافح من اجل الهروب من الهبوط. فكل المباريات اللي يعني خاضها ريال مدريد في الفترات الاخيره تلقى فيها اهداف. فعشان كده بقول في مشاكل كبيره جدا في ريال مدريد دفع ثمنها في مباريات العوده او الذهاب امام ارسنال. زي ما قلت مباريات العوده ان شاء الله في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا هتكون يوم الأربعاء الثلاثاء 16 أبريل، والأربعاء 17 أبريل. الثلاثاء 16 أبريل هيبقى أستون فيلا على ملعبه مع باريس سان جيرمان، وبروسيا دورتموند على ملعبه مع برشلونة. والناحية الثانية يوم الأربعاء هيكون إن شاء الله أرسنال خارج ملعبه أمام ريال مدريد، وانتر ميلان أو انتر على ملعبه هيواجه بايرن ميونخ. شكرا لكم، نشوفكم مع أحداث مهمة أخرى بإذن الله.